في يوم الساعة كانت 7:30 الصبح، وعماد قاعد في المطبخ بيشرب الشاي وهو متوتر جدا. عنده اجتماع مهم، والمدير قال له امبارح: يا عماد، الاجتماع ده مصيري، ما تتأخرش. وهو خارج من الشقة المفاتيح وقعت منه ودخلت تحت الكومودينو. قعد يدور وهو متنرفز جدا وبيقول: يا رب مش وقتها دلوقتي. واتأخر حوالي 3 دقايق من غير ما ياخد باله. ونزل الشارع يجري وهو متضايق جدا. شاف الأتوبيس اللي بيركبه كل يوم بيبعد. جري بأقصى سرعة بس ملحقش. وقف وهو بيقول: يا نهار أبيض، ضاع الاجتماع. وراح قعد على الرصيف مستني الأتوبيس اللي بعده، وشكله متعصب ومهموم. فجأة الموبايل رن، وصاحبه بيقول له بصوت مرعوب: عماد، الأتوبيس اللي بتاخده اتقلب عند الكوبري. وجري بسرعة ناحية مكان الحادث، ولما وصل شاف الأتوبيس مقلوب والدخان طالع والناس بتصرخ. وقف متسمر مكانه وعينه دمعت وهو بيهمس: ده كان مكاني. ورجع البيت وهو ماسك المفاتيح بإيده. قعد على السرير وساكت، بيبص في المفاتيح وبيقول: اللي كنت بلعنها طلعت سبب نجاتي. وبعد كام يوم وهو رايح الشغل تاني، ابتسم وهو مستني الأتوبيس وقال لنفسه: لو اتأخرت تاني يبقى خير من ربنا. اتعلم إن مش كل تأخير ضرر، وساعات بيكون ستر ورحمة. فساعات اللي بنشوفه تأخير بيكون إنقاذ من مصيبة. وثق دايما إن ربنا بيكتب لك الخير حتى لو مش باين. وقول دايما: قدر الله ما شاء فعل.